أنا دكتور محمد اليماني، ودي قناتكم طبيب الأسرة. في ناس بتاخد فيتامينات بقالها شهور وتعمل التحليل بتاعتها تلاقي التحاليل لسه مش كويسة، لسه وحشة، وهي ذات نفسها تعبانة ومش حاسة بأي فرق نتيجة الفيتامينات اللي هي بتاخدها. هل العيب في الفيتامينات نفسها، ولا العيب في الناس، ولا العيب في ايه؟ العيب في حاجة مهمة جدا، بياخدوا الفيتامينات غلط. اي حد بياخد فيتامين د او بياخد حديد او بياخد كالسيوم او بياخد زنك، تعالى كده قرب مني وركز معايا في الكام دقيقة اللي جايين دول عشان تستفيد. بص يا سيدي، الجسم بتاعنا اللي ربنا خلقه لنا مش عبارة عن مخزن فاضي كده وعمالين نعبي فيه وخلاص، لا، ده قصة كبيرة قوي. ده في امتصاص وفي تنافس وفي فيتامينات بتشد بعضيها كده وتقول له استنى انا الاول، انت دورك لسه بعدين. عشان كده في فيتامينات بنبلعها وتطلع زي ما دخلت ولا استفدنا فيها، بل بالعكس في فيتامينات كمان وعناصر غذائية ممكن ناخدها غلط وتسبب لنا مشاكل. فيتامين دي 3 مع الكالسيوم ده أشهر ثنائي وأهم ثنائي بالنسبة للفيتامينات والعناصر الغذائية. فيتامين دي يا جماعة من غير الكالسيوم هتكون الفايدة بتاعته ضعيفة، والعكس كالسيوم من غير فيتامين دي 3 هيكون الامتصاص بتاعه ضعيف. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة فيتامين دي 3 والمغنيسيوم. فيتامين دي 3 والمغنيسيوم. المغنيسيوم هو اللي بيشغل فيتامين دي، من غيره هتلاقي التحليل بتاعك بيعلى على الورق، بس انت حاسس بالعلو ده؟ ابدا مش حاسس بيه. ليه؟ لانك ما بتاخدش مغنيسيوم. ثالث حاجة الحديد مع فيتامين سي. الحديد يا جماعة من الحاجات اللي هي لازم يتاخد لوحده، يفضل ان هو يتاخد لوحده، بس لو انت عايز تبلعه ممكن تبلعه بمية، بس انا بنصحك تبلعه بكوباية عصير فيها فيتامين سي، مش اقراص. انا قلت كوباية عصير فيها فيتامين سي افضل، يعني زي الجوافة، زي البرتقال، زي الليمون، زي الكيوي، زي الفراولة، اي حاجة من الحاجات اللي انت بتحبها. فيتامين سي بيزود الامتصاص بتاع الحديد، فعشان كده جسمك يستفيد منه كويس جدا. بل بالعكس، ده هيكون الامتصاص بتاعه اكتر، فهتكون الاستفادة بتاعته اكتر. يبقى الحديد ناخد معاه فيتامين سي. فيتامين بي 12 وحمض الفوليك اسيد، دول ثنائي الدم والاعصاب. حمض الفوليك بالنسبه للدم وفيتامين بي 12 بالنسبه للاعصاب. دول الاثنين بيتاخدوا مع بعض بيجيبوا نتائج ممتازه، والاثنين بيشغلوا بعض وبتكون الاستفاده منهم اكتر. وخاصه طبعا بنستعملهم في حالات الانيميا، في حالات الارهاق والتعب المزمن، الواحد تعبان كده دايما على طول، والتنميل وجبتها في فيديو قبل كده بالنسبه للتنميل واطراف الاصابع. الزنك مع فيتامين اي. الزنك مع فيتامين اي، الاثنين دول يعني مهمين جدا يتاخدوا مع بعض. مهمين جدا في حالات المناعه، مهمين جدا في حالات الجروح حتى، اللي عشان تقفل بسرعه. مثلا واحد عنده جرح بيغيب شويه على ما يلتئم، فبرضه بيساعد على سرعه التئام الجروح وعلى برضه النمو بالنسبه للاطفال. يبقى الزنك مع فيتامين اي. طيب دلوقتي بقى هنتكلم على فيتامينات وعناصر ما ينفعش تتاخد مع بعض. ايه هي؟ خليك معايا. الحديد مع الكالسيوم. الحديد مع الكالسيوم دي اكبر غلطه يا جماعه، وغلطه بنشوفها كتير قوي، غلطه شائعه يعني. الكالسيوم بيقلل امتصاص الحديد. خدت الحديد بتاعي وباخد بعديه كالسيوم مثلا ولا حاجه، الدكتور وصفهم لي يا دكتور محمد، ما قلتش حاجه، بس عشان تستفيد من الاثنين خلي مسافه زمنيه مش اقل من 2-3 ما بين الحديد والكالسيوم. انما هتاخدهم الاثنين مع بعض هتلاقي الكالسيوم
قلل امتصاص الحديد، فما استفدتش. حتى لو انت بتاخد الجرعه بتاعتك بتاع الحديد مظبوطه برضه ما استفدتش بيها. كمان ايه، ناس بتاخد الحديد وخاصه سن المراهقه كده، البنات والشباب، وبعد كده خلاص يحدث بقى ايه شويه شاي نسكافيه اللي هو بيحبوه جدا، او كنزات اللي هم بيعشقوها، يعني اللي هو سن المراهقه ده بالتحديد. طبعا انت كده يعني ايه دمرت خالص امتصاصك للحديد. عايز تاخد حاجه معاه، خد عصير طبيعي يحتوي على فيتامين سي. اشرب عصير جوافه، اشرب عصير برتقال، عصير ليمون، عصير كيوي، عصير فراوله، حاجات اللي هي غنيه بفيتامين سي. عايز تاخدها خدها مع الايه، مع الحديد. طيب حاجه كمان، الحديد ما يتاخدش مع الزنك. الحديد ما يتاخدش مع الزنك. الاثنين الدكتور وصفهم لي يا دكتور محمد، مفيش مشكله. فتره زمنيه يا جماعه من 2 ل3 ساعات بين تناولك لقرص الحديد وقرص الايه، الزنك. الكالسيوم والمغنيسيوم برضو الاثنين دول ما يتاخدوش مع بعض. لو في اكل عادي، يعني انا اكلت اكل غني بالكالسيوم ومعاه اكل غني بالمغنيسيوم مفيش مشكله، انما في اقراص لا ما ينفعش. لازم فتره زمنيه. انا ما قلتش ما ينفعش على طول، لا انا بقول فتره زمنيه مش اقل من 2 ل3 ساعات بين الاثنين. فيتامين كي وادويه السيوله حذاري تاخدهم منك لنفسك، لازم تحت اشراف الطبيب المعالج بتاعك يقول لك امتى تستعملهم او ما تستعملهمش، او يدي لك ايه بدايل بالنسبه ليهم. لو حبيت بقى ننظم كده مع بعض خطه بسيطه، انا باخد فيتامينات كتير، اقول لك مثلا اللي ايه، الصبح مثلا ممكن تاخد الحديد مع فيتامين سي بعد الفطار، يعني قبل الفطار طبعا الحديد لازم على معده فاضيه، تاخد معاه بتشربه بعصير البرتقال والحاجات دي كلها، وبعديها بنص ساعه ولا حاجه بايه بتبدا تتناول افطار. يبقى ده ايه بالنسبه للصبح. بعد الغداء ممكن تاخد فيتامين دي 3 ومعاه الايه، الكالسيوم لو حبيت. بالليل بقى في العشاء قبل ما تنام كده، عشان النوم بتاعك يبقى يكون فيه استرخاء ونوم عميق، وما تصحاش الصبح تلاقي فيه تقلصات في العضلات او قلق او توتر او اي حاجه، بتاخد الايه، المغنيسيوم بتاعك. ده تنظيم بسيط خالص اهو، بس هيفرق جدا معاك في النتيجه بتاعته. عشان نستفيد من الفيتامين يا جماعه لازم اهم حاجه التوقيت بتاع الفيتامين، ومعرفه ايه اللي يمشي مع بعض وايه اللي ما يمشيش مع بعض، وايه الفتره الزمنيه اللي تكون ايه اللي تكون ما بينهم، وايه الفيتامينات اللي هي تشجع بعضيها وتنشط بعضيها وتخلي الاستفاده قصوى منهم هما الاثنين. حبيت بس اقول لكم الكلام ده عشان ايه الاستفاده. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.